شاب بسيط من أسرة أقرب إلى الفقر منها إلى المتوسطة، بدأ حياته عتالا في الميناء يحمل البضائع وينقلها من مكان إلى آخر. أقصى طموحه هو حياة كريمة له ولأسرته، لكن القدر له قولا آخر. إنه الملياردير محمد الفايد المصري الذي هز عرش بريطانيا. ولد محمد الفايد في منطقة رأس التين بالإسكندرية لأسرة بسيطة في 27 من يناير عام 1929. بدأ الفايد أعماله التجارية في مصر، ومع ظهور أول فرصة سافر فيها إلى السعودية، حيث بدأ العمل في بيع ماكينات الخياطة، ومنها تعرف على رجل الأعمال وتاجر السلاح السعودي المعروف عدنان خاشقجي، الذي قام بتوظيف الفايد في أعمال التصدير. وكما قلنا أن الظروف كانت تلعب لعبتها مع الفايد، فقد تعرف على أخت رجل الأعمال سميرة خاشقجي، وتزوجها بعد طلاقها من الكاتب مصطفى أمين، وأنجب منها ابنه دودي الفايد. ومن هنا كانت نقطة التحول في حياة الفايد العملية، حيث كان انضمامه إلى عائلة خاشقجي هو بمثابة انطلاقة له نحو عالم الأثرياء. فقد قام الفايد بتأسيس شركته الخاصة في مصر التي تعمل في مجال شحن البضائع. وفي عام 1966 تعرف الفايد على سلطان بروناي، الذي أصبح فيما بعد مديراً لأعماله وواجهة لجميع استثماراته. نستطيع أن نقول بأن الفايد داهية في الإقناع، فهذا الشاب البسيط قد أقنع تاجر السلاح بالعمل معه، وأقنع شقيقته بالتزوج منه، كما أقنع سلطان بروناي بإسناد جميع أمواله واستثماراته إليه. فماذا بعد؟ سافر الفايد إلى الإمارات، وهناك تعرف على الشيخ راشد آل مكتوم الذي عرض عليه فكرة إنشاء ميناء دبي. وبالفعل اقتنع الشيخ راشد بفكرة الفايد، وقام بإنشاء ميناء دبي التي أصبحت حالياً واجهة عالمية لجميع السفن من جميع أنحاء العالم. حيث قام الفايد أيضاً بإقناع أصحاب الشركات العالمية بالقدوم إلى دبي للبحث عن النفط بطلب من الشيخ راشد، وكان ذلك في الوقت التي كانت تلتمس فيه الإمارات طريقها إلى النهضة، حيث أصبحت دبي بعدها مدينة للرحلات التجارية والبحرية. وكانت هذه نقطة تحول أخرى في حياة الفايد وزيادة ثروته، حيث انتقل بعدها الفايد إلى بريطانيا ليبدأ استثماراته في أوروبا بانضمامه إلى مجلس إدارة شركة لونورهو عام 1975، ولكن سرعان ما تركها نتيجة خلافات مع شركائه، ليبدأ بعدها طريقه الخاص نحو الاستثمار ويصعد بقوة الصاروخ، حيث اشترى الفايد فندق دورشستر في بريطانيا، ثم فندق الريكس الشهير في فرنسا. ولكن المفاجأة حين اشترى قصر دوك ويندسور في باريس، ومباشرة قام الفايد بإرسال مجموعة من تحف القصر إلى الملكة إليزابيث تقرباً إلى الأسرة الحاكمة البريطانية. وبالفعل قام الفايد بتثبيت اسمه في بريطانيا كرجل أعمال قوي، حيث قام بصفقته الشهيرة في منتصف الثمانينيات بشراء شركة هاوس أوف رايرز المالكة لمحلات هارودز الشهيرة، التي كانت الملكة إليزابيث تشتري ملابسها ولوازم القصر منها. ولكن لكل شيء ثمن، فصعود الفايد الصاروخي في بريطانيا جعل له الكثير من الأعداء من رجال الأعمال ورجال السياسة، حيث تدخل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك جون ميجور لإيقاف الفايد بشراء صحيفة توداي لتذهب ملكيتها إلى اليهودي موردوخ، حيث قامت بعدها مجموعة صحف بريطانية بشن حملات واسعة لتشويه سمعة الفايد. وصعد خلافا آخر هز سمعة الفايد، ولكن هذه المرة بالاشتراك مع رجل الأعمال المصري أشرف مروان. وكانت هناك أخبار عن ضلوع الرجلين في تجارة السلاح، حتى أنه حين قتل أشرف مروان عام 2007 حققت السلطات البريطانية مع محمد الفايد في تهمة الاشتباه في مقتل أشرف مروان، الذي اتهم هو الآخر من قبل عام 1997 في الاشتباه في التورط في مقتل الأميرة ديانا ودودي الفايد نجل محمد الفايد في حادث انقلاب السيارة الشهير في باريس، حيث كانت الأقاويل حينذاك تدور حول وجود علاقة عاطفية بين الأميرة ديانا ودودي الفايد. وكانت هذه الحادثة هي بداية الحزن الذي بدأ يسيطر على حياة محمد الفايد، حيث قام محمد الفايد برفع عدة قضايا اتهم فيها العائلة البريطانية بالوقوف خلف الحادث، واتهم أيضا جهاز الاستخبارات الفرنسية بالتنسيق مع العائلة البريطانية
بالوقوف خلف الحادث، كما اتهم أيضا عدة جهات أخرى منها الموساد الإسرائيلي. فكان مقتل دودي الفايد هو الصدمة الكبيرة في حياة محمد الفايد الأب، الذي تزوج مرتين في حياته، هي سميرة خاشقجي والدة دودي الفايد، وبعدها تزوج الفايد من سيدة فنلندية عام 1985 تدعى هيني وثين، وله منها 4 أبناء هم عمر وأحمد وكاميلا وياسمين. وقد امتلك الفايد في نفس العام الذي قتل فيه ابنه نادي فولهام الإنجليزي، ليدخل بذلك ضمن أغنى رجال الأعمال العرب حول العالم. وبالرغم من تقدمه لأكثر من مرة للحصول على الجنسية البريطانية، إلا أن بريطانيا رفضت طلبه بالرغم من حصول أبنائه عليها، وحجة بريطانيا في ذلك هو وجود شبهة حول مصدر ثروته. استقر الفايد في سويسرا عام 2002، ويحمل هو وزوجته إقامة دائمة في إمارة موناكو الفرنسية. جاء العام 2004 وقرر الفايد زيارة مسقط رأسه مصر، لكنه سرعان ما غادر مصر ليأتي العام 2006 حاملا أخبارا تفيد بعدم رغبة الفايد في العودة إلى مصر حتى بعد موته. فالسبب الوحيد قلت خلاص أنا طالع مش هرجع. فقد ترك الفايد وصية تفيد بتحنيط جثته وتعليقها على مدخل متجره الشهير هارودز قبل بيعه لقطر عام 2010، الأمر الذي ضمن بقاءه في نادي الأثرياء. قرر الفايد الخروج في الإعلام المصري لأول مرة ليقول أنه سيعود إلى مصر، لكن بعد وفاته لم يتوقف الفايد عند هذا الحد، فقد خرجت أخبار عام 2018 حول دعم الفايد لانفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، حيث كان ينوي الترشح لرئاستها. لكن الاستفتاء الذي أجراه الاسكتلنديون جاء عكس توقعاته، حيث جاء تصويتهم ببقائهم متحدين ضمن المملكة المتحدة. في عام 2013 صنف الفايد كسابع أغنى رجل مصري، وفي عام 2016 صعد للمرتبة الرابعة، حيث كانت تقدر ثروته ما يقارب $2 مليار. فإنه بالإضافة إلى ما يمتلكه من أموال، فإنه يمتلك 4 طائرات خاصة ويخت يقارب ثمنه $40 مليون، وقصور في بريطانيا وفرنسا وسويسرا تقدر بملايين الدولارات. كما امتلك الفايد في عام 2009 أغلى حذاء نسائي في العالم مرصع بالجواهر والألماس، يقدر ثمنه ما يقارب $2 مليار. وبالإضافة إلى مقتل ابنه دودي الفايد، فقد نشبت خلافات كبيرة بين ابنته كاميليا وشقيقها عمر، وصلت إلى حد التقاضي أمام المحاكم، ليكون الحزن هو العنوان الأول في حياة محمد الفايد، رجل الأعمال المصري الذي توفى في 1 سبتمبر عام 2023.